للمزيد عن الوضع الميداني أفادنا أبو أحمد الحوراني الناطق باسم إعلاميي حوران المستقلين بهذه المداخلة. نعم أخي الكريم، اليوم محافظة درعا كباقي الأيام تشهد حملة شرسة من قبل قوات النظام بالبراميل المتفجرة وبطيرانه الحربي والمروحي. اليوم أيضا قوات النظام قامت باستهداف محافظة درعا وريفها بالبراميل المتفجرة. عدة مناطق اليوم استهدفت من قبل الطيران المروحي، وبالأخص اليوم أبدأ من مدينة جاسم التي ارتكب اليوم بها الطيران المروحي والحربي أكثر من 17 شهيد بمجزرة جديدة نعلنها أن ارتكبها الطيران المروحي التابع لقوات النظام. 17 شهيد، بينهم 5 مجهولين الهوية حتى هذه اللحظة، وعدد كبير من الجرحى التي لا تستطيع المشافي الميدانية من الاكتفاء وإيجاد الأدوية اللازمة لمعالجتهم. أيضا هناك احتراق ودمار كبير في منازل المدنيين وممتلكاتهم، وأضرار مادية كبيرة مع تصاعد أعمدة الدخان جراء احتراق عدد كبير من منازل المدنيين العزل. أيضا اليوم استهدفت قوات النظام بطيرانها المروحي كل من نوى وأنخل وطفس ودرعا البلد والفقيع بالبراميل المتفجرة، مما أدى لدمار هائل في منازل المدنيين وممتلكاتهم. أيضا هناك جرحى في صفوف المدنيين في مدينة طفس بريف محافظة درعا. أيضا قام طيران الحربي الميج باستهداف كل من الشيخ مسكين ونوى وطفس وجاسم بغارات جوية استهدفت منازل المدنيين والأحياء السكنية. أيضا قصفت قوات النظام بمدفعيتها الثقيلة وقذائف الهاون كل من نخل وبصر الشام والإحراق والشيخ مسكين والبوير وحامر بريف محافظة درعا. أيضا جرت اليوم اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام تبادل فيها الجيش الحر وقوات النظام لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في الحي الغربي من مدينة بصر الشام بريف محافظة درعا. أيضا تشهد محافظة درعا قطع التيار الكهربائي لأغلب الأوقات وقطع الاتصالات الأرضية والخلوية ومياه الشرب أيضا عن الأهالي. سيد أبو أحمد، مجزرة في الرقة واليوم في جاسم، هل يمكن أن نقول أن هذا يأتي ضمن رد على تقدم قوات المعارضة في درعا وريفها؟ الحقيقة أخي أن الآن محافظة درعا تشهد تقدم كبير للجيش السوري الحر والمعارضة. لذلك النظام يصعد من حملاته الشرسة على محافظة درعا بالبراميل المتفجرة. هذا هو حال النظام الذي اعتدنا عليه. كل ما تتقدم المعارضة في جميع المحافظات السورية يقوم بالرد على المدنيين العزل والمساكين بالقصف المدفعي والجوي والبري بجميع أنواعه المختلفة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على المدنيين العزل، ويوقع العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. السيد أبو أحمد الحوراني الناطق باسم إعلامي حوران المستقلين، شكرا جزيلا لك.